بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى ايه؟ هنعمله الزلابيه من غير عجن ومن غير خميره ومن غير حاجه. خلاص يا حبايبي، الناس اللي بتعمل الزلابيه وبتفشل معاهم، النهارده هنعملها بطرق بسيطه خالص. كانت الناس بتاع زمان بتعملها، الناس الكبار في السن بتوع زمان كانوا بيعملوها من غير اي حاجه، ولا خميره ولا اي حاجه. كان زمان يعملوا العيش الشمسي. العيش الشمسي اللي يعرف العيش الشمسي كانوا بيعملوا العيش الشمسي، وما زالت دلوقتي في ناس بتعمل العيش الشمسي. كانوا بياخدوا اللبابه بتاعته ما كانوش بيرموها عشان بيبقى تخين. العيش الشمسي ده بيبقى تخين كده، والاطفال كانوا بيطلعوا اللبابه منها وما كانوش بيرموها، وكانوا بيعيدوا تدويرها تاني. فعشان ما احنا بقى ما عندناش عيش شمسي، هتجيب عيش التوست. لو عندك عيش توست هتشيلي منه الحروف دي وتستعمليها. عندك اللبابه بتاعت العيش الفينو استعمليها برضه، وهتشوفوا بقى هنعملوها ازاي. خلاص يا حبايبي، اما المبخره دي برضه خليكم معايا لاخر الفيديو، هقول لكم تعملوها ازاي. حاجات بسيطه كده وتبخري بيها البيت مش هتاخد منك حاجه. هتطلعي الحروف دي من التوست. التوست يكون طري عندك اهو. اللبابه دي هتطلعيها، طلعي اللبابه دي، هي بتطلع عشان طري بتطلع كده. عندك ناشف شويه طلعها بالسكين. اللبابه بقى بتاعت العيش الفينو وبتاعت العيش التوست ما ترميهاش، وحوشيها في كيس عندك واعمليها للاطفال. بصي عاملينها زلابيه ناشفه ومخروشه، وتقعد عندك يومين ناشفه. ده من العيش من اللبابه بتاعت العيش الفين والعيش التوست، اللي هو البواقي اللي فاضله عندك طلعي منها اللبابه كده. وده ما ترموهوش، تنشفيه وتطحنيه وتعملي منه البانيه. خلاص يا حبايبي، اعملوا لايك واعملوا اشتراك وصلوا على النبي كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وحطوا اللايك واللي ما شافني لاول مره يعمل اشتراك. خلاص يا حبايبي، هتقطعوه بقى كده. اللبابه بتاعت العيش الفينو، اللبابه بتاعت العيش التوست، كانوا زمان ياخدوا بتاعت العيش السمسي عشان بيبقى تخين كده، الاطفال ما بتقدرش تاكله. اهو خلاص اهو. يبقى العيش، اللبابه وكوبايه لبن بس، مش هتعملي حاجه بقى غير كده تاني، وتعجنوهم في بعض بقى كده بكوبايه اللبن. خلاص يا حبايبي، على قد بقى ايه اللي عندك بقى. ياخد كوبايه لبن، ياخد كوبايتين لبن على قد اللي عندك، على قد اللبن اللي عندك. تعجنيها بقى تاني كده، ولا طلعت خايفه منك، ولا طلعت، ولا تحط نشا، ولا تحط بطاطس، ولا تجيبي دقيق. واللي يعملها بالبطاطس واللي يعملها بالنشا واللي يعملها وتطلع فاشله معاه، وما تطلعش متكوره كده زي ما هي مكوره كده. اهو على قد ما تاخد منك لبن اهو، ما خدتش. انا عامله بس على قد الحبه اللي عندي دول، انا بديكم الفكره وانتوا بقى كتروا العيش اهو. خلاص عجناها اهو، ولا هتستنى اما تخمر، ولا هتستنى ولا حاجه. هتكورها على طول وتحط في الزيت اهو. شايفين اهو؟ ويطلع ما تيجي تعمليها ما بتطلعش مكوره كده، وما بتطلعش حلوه، وما بتبقاش مظبوط اهو. محلات يا جماعه اللي بتعملها بنفس الطريقه، بس انتوا ما بتشوفوهمش بيعملوها بنفس الطريقه. العيش بيبوشوه
وي... وي... ويعجنوه باللبن. انت بقى اعمليها على ايديكي انت، وضمناها وعاملاها على ايديكي، متجيبيش حاجه من بره. اللي بقى اعمليها وحطي بقى شويه فانيليا. عايزه تحمريها وتحطها في العسل حطي، عايزه تحطها تعمليها بالسكر حطي. سهله وبسيطه ومخدتش مننا حاجه. حطوا لايك وحطوا واللي ما يشتركش اشترك، او تابعوني هعمل لكم حاجات كتيره من بتاع الزمان وايام زمان، ايام بقى جدتك وايام تيتا وايام حماتك. تابعونا هعمل لكم كل جديد، حاجات القديمه كده بتاع الزمان. الناس الطيبه بتوع زمان دول كانوا